عندك كاس ديال عصير البرتقال. اجي نحضر انا وياك قراش الحلوين والاهم كيجيو لذات ومقرمشين. كنجيب اناء اللي كنوضع فيه كاس ديال السكر سنيده بعبر كاس العنبه، كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، والمكون الرئيسي كاس ديال عصير البرتقال، ثم رشه الملح. كنضيف كذلك كيس ديال زهره البرتقال اللي كيعطيهم مذاق رائع الى جانب عصير البرتقال، وجوج معالق كبار ديال الزبده. استعملت انا هنا ديال العلبه. مباشره كنوضعهم في كاس الخلاط الكهربائي، ثم كنضربوا الكل حتى كنحصلوا على خليط اللي تيكون جاري. مباشره كنوضعهم في اناء العجن. كنضيف لهم كاس الا ربع ديال الزنجلان ما محمرش، وجوج معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه اللي محمرين ومطحونين. كنضرب الكل، ثم كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. الكميه الاولى مع كيس ديال خميره الحلويات كنضربهم بالضرب اليدوي، ثم كنضيف ما تبقى من الدقيق وكنعجن باليد ديالي. الكميه اللي استعملت 600 غرام حتى كنحصلوا على عجين رطب بهذا الشكل هذا. مباشره كنشكل كويرات وكنخليهم جانبا، ثم كنبدا نشكل كل كره على شكل حربول اللي تيكون الحجم ديالو متوسط، وكنخليه جانبا. هذه المرحله الاولى باش بلي نبغي نشكلهم المرحله الثانيه على شكل طولي اكثر ويكونوا رقاق يسهل عليا التشكيل ديالهم. من بعد كناخذ اول حربول كنشكلو على شكل طولي يكون طويل ورقيق، ثم كنجيب مقص وكنقطعهم بشكل مائل، او ممكن كذلك تجيبوا السكين وتقطعوهم فوق سطح العمل. مباشره من بعد ما كملتهم كنجيب لاطا اللي دهنتها بالزيت النباتيه وكنوضعهم بطريقه عشوائيه كما كتلاحظوا في الصوره، ثم كندخلهم الفرن اللي شعلته على درجه حراره 200 مسبقا، سخنته مزيان. ومن بعد ما كندخلهم كنهبط الحراره على 180، ومن بعد ما طابوا هذا هو شكلهم، كيجيو مقرمشين ومحمرين والاهم لذاذ.